مساء الفل حبوباتي عميراتي الشابات تاوعي، اش راكم؟ ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا ملاح وكامل تكونوا بخير ان شاء الله. وهذه غيبه يا عميراتي، هذه غيبه على بالكم بلي فريمون والله غير توحشتكم، بالك ما تامنونيش مي عن جد توحشتكم وتوحشت لي فيديو تاوعي معاكم وتوحشت غير هكا نهضر معاكم نشخ معاكم فيديو ولا غير توحشت بزاف. المهم قولوا لي واش اخباركم، كي راكم دايرين؟ راكم ملاح؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله يا ربي يكون لاقيكم هاد لا فيديو هذا بخير وانتم بالف خير ان شاء الله يا ربي، انتم والاهالي تاعكم كاملين وكاع الناس اللي تبغوهم يا ربي. المهم حبوباتي وعميراتي، جيتكم لا فيديو تاع اليوم اللي هو كله حيويه ونشاط، مع انه عندي غيبه كما قلت لكم ما بيتش معكم في القناه، ما حطيت لكم ولا فيديو. لا غالب كان عندي اسباب لظروف خاصه وكاع. المهم بدون ذكر الظروف بدون ذكر الاسباب وكاع، اليوم جيت لكم بالنشاط يا حبوبتي، بديت لكم بالتسياق البنات. جيتكم. المهم بعد كما نقول لك الريح اللي كان جا والغبار كاع اللي كان جا وكاع، وهذا الفيديو عندي واحد السمانه بالك ملي صورته البنات، من يوم عاد كتبه نحطه معكم ونشاركه معكم. المهم هنا كما راكم تشوفوا كنت بديت بالدروج حبوباتي، ايا سيقته كنت في الاول كنستان حيت لقى ديك الغبره وكاع الغبار كاع اللي كان فيه وديك الرمله وكاع اللي دخلت. ايا من بعدها بديت نرشه وكاع وسيقته وكاع وخمم. المهم كاع سيقته كومبلي كيما حيت لقى داك التراب وديك الحل اللي كان فيها. وهنا ما ربي يطول لي في عمرها ان شاء الله يا ربي، والحمد لله يا ربي كما نقول لك رجعت وقفت على رجليها. وهنا كانت تخدم مسمن وصورت معكم بوراني دير حطيت لكم فيديو تاع المسمن من الف الى الياء في الاخر في القناه هذه تاع لمسات شهرزاد. بوني تبغي طريقه تاع المسمن كيفاش وكيش ديره ماما وكاع تروح لي فيديو بصح شيره لي فيديو الاولى كاع باش هاد لي فيديو تاع اليوم. وهنايا كنت بديت بالتسييق وكما نقول لك سيقت من بعدها الكولوار والاول تاع الدار وكاع. كما كنتوا تشوفوا المرا يخرج معمر بالتراب وكاع. وانا كما تعرفوا البنات ما كانش السياق ما سيقاش وما نديرش غريزل، نموت على ريحه الغريزل البنات في السياق تاعي. سي بوغ سا لازم كل ما نسيق لازم غريزل كاع ما يقعدليش البنات توجور 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 يكمل لي بالخوف البنات، وما تقول راكي تشربي وكيش تسيقي به. المهم حبوباتي هنا كما قلت لكم التسياق، وعندي كما قلت عندي شحال ما حطيت لكمش فيديو كيما هذا في زمان. بالك ملي فيديو كاع الاولى بالك ما شاركت معكم الميناج تاعي كما هكا بهذه الطريقه وصورت معكم بهذه الطريقه كما هاك وكاع. المهم هذا الفيديو هذا البنات كنت انا هضره فيه ديجا يعني كنت خليت لكم الصوت الاصلي من بعد كي شفته ما عجبنيش الصوت الاصلي بون انقلعته. على بالكم شحال ما هضرت لكم فيديو شغل حاسه روحي مانيش عارفه كيش نهضروا كيش ندير لكم لا فيديو كيش ندير لكم كيش نشخ معاكم كيش نحك معاكم كيش نقصر معاكم. المهم تقبلوني هذا الفيديو هذا والفيديو اللي مراه نكون تعودت شويه. المهم هنا الفطور حبوباتي كنت كنا درنا اللوبيا. هنايا كان عندنا مرسو تاع اللحم ولا اللحم المقدد كما يقولوا مقصوص دي مغصو هكا صغار. اياه هنايا ماما كانت تقلي قلات اللحم بون مع الملح، زادت له كما نقول لك البصله وزعفران وخليتهم يتقلاو غاية. يعني هذه كما نقول لك حاجه اساسيه هذه ديروها في الطياب يعني ماشي كي تكون كاين اللحم لازم تقلوا اللحم في الاول تديو مع البصله وزعفران والملح البنات حتى يتقلوا مليح حبوباتي. شيره تبعوا الخطوات باش تشوفوا كل الروتين تاعنا تاع اليوم راح يكون روتين تاع ميناج وروتين تاع الطياب، راح يكون فيه كما نقولوا روتين فتالي تاع الخرجه ودوك تشوفوا وين راحت في الاخر تاع الفيديو. تبعوا الفيديو للاخر حبوباتي. وانا كما قلت لكم زادت عليه طوماطيش دارت البصله وطوماطيش والملح وزعفران وقلاتهم بيان. وهنا البنات حبوباتي دوك راهي رايحه تزيد عليهم العطور كما نقولوا العطريه ولا التوابل كما نقولوا بمعنى اخر حبوباتي، واللي هي سكينجبير وفلفل كحل وفلفل احمر والكركم حبوباتي 4 اني ذكرتهم لكم البنات. وتخلوهم تاني يتقلوا شويه كما هكا شغل تخلطوهم غير شويه هكا ومن بعدها نجيبوا الماء سخون البنات ونمرقوا المرقه تاعنا. دوك تشوفوا البنات تبعوا الخطوات للاخر. كما قلت لكم راني حاسه روحي مانيش نعرف نهضر والله راني حاسه روحي كيما هاك ما نعرفت. المهم نتقبل التعاليق تاعكم السلبيه.
وهنا كانت قصة الخضرة اللي هي اللفت وزرودية. مع كما راكم تشوفوا زادت لها اللوبية تاني. هنا المقطع كان بريماري اللي بدات كانت تقلع لي اي ذلك شغل، ولا حتى من مرقات وكانت دارت اللوبية ودارت الزرودية ودارت لفت البنات. وهنا القزبر زادت في التالي. هنا كملت انا على ماما وغلقت الكوكوط وخليتها الطيب البنات. وهنا كنت كملت الميناج تاعي وصورت لكم بعد ما كنت انا شفت الحاله. شوفوا البنات انا في السياق تاعي ونظن كاع ما كانش جزائريه كيما هاك، ماشي كيفي انا، باسكو كاع كي تكملوا السياق البنات انا ما كانش اللي تمشى لي، ما كانش في الدار انا كي السياق ما كانش اللي تمشى. كاين جفاف بالجفاف البنات خلاص، باسكو البنات كي تكونوا تجفوا ويجيو يعفسوا لكم ولا كيما نقولوا يتمشوا فوق الاخر صاي خلاص شغل يقعدوا دوك العفاسي هكاك ما يعني كاع ما سيقتيش وكاع ما درتي والو. انا عندي شغل نبغي انا تسيق كي نسيق قلبت الارض نشوف فيها مرايه. المهم هنا وهنا لمسه من حبوباتي. هنا رجعت لكم مع ماما. هنا كما قلت لكم كنت نصور مقطع ومن بعدها لصقتهم حبوباتي. هنا قلت لها خليني نصور مع البنات كاش يورقوا الحبه البنات وكيش يخدموا حبه. قالت لي راني حاطط لهم فيديو، قالت لي روحي يتفرجوا فيه. قلت لها لا معليش على بالي بزاف لي ما جافوش بالك داك الفيديو هذاك صح. كما نقول لك متتبعاتي الحبيباتي اللي قدم كاع شافوا الفيديو هذاك، مي قلت لها اللي جدد اللي راهم داخلين معانا ولا اللي يدخلوا معايا بحبوباتي انا عارفه ما كانش اللي راح شفت داك الفيديو. سينو قلت لها ماما ما حطينا لهم شنو صاير نحط لهم طريقه تاع التوريق. قالت لي صح معليش صوري. المهم هي كانت نستخدم حبه ايوا وانا كنت صورت الحبات هذه ومن بعدها رجعت كملت معاها عاونتها بيان سور ما خليهاش تخدم وحدها. هنا كما راكم تشوفوا تحلوا الحبه كاع كما هاك وديروا هذاك كما قلت لكم ديك الغرفيه اللي وريتها لكم فيها الزيت والدهان دايب، يعني ذوبوا دهان تزيدوا له الزيت البنات باه يجيكم كما نقول لك توريقه مليحه. وهنا تجيبوا الحبه كما هكا شغل تسطوها بهذا الشكل هذا. المهم تبعوا جميع الخطوات مع ماما حبوباتي، تبعوا بتعرفوا. كما نسمى نبتلوه ماشي حاجه واعره، يعني شو تعلمي له الخطره الاولى الزوجه الثالثه كي ديري بالك فيه وديري راسك فيه صاي تعلمي له. والله ماشي حاجه اللي صعيبه بزاف وكاع شيء لازم كما نقول لك لازم تتبعي الطريقه الصحيحه باه ينجح لك، يعني ماشي اي طريقه راح ينجح لك بها المسمن. راكم تعرفوا حبوباتي. وهنا كما راكم تزيدوا زادت كما شفتوا زادت عليها الاخر الزيت هذيك والدهان داك الخليط اللي راه عندي، وزادت السميد البنات. السميد لا رطب حبوباتي ماشي السميد اللي متوسط ولا السميد اللي خاشن حبوباتي. قلت لكم راني نتعثر في الهضره البنات غير عذروني وخلاص. هنايا كما شفتوا معايا راهي طوات حبه. هذيك البنات الحبه هذيك دي صغيره تعاود تحلوا حبه واحده اخرى كبيره وتدير في هذيك الحبه، يعني اما ماما انا حبه تاع مسمن دير فيها 2 حبات من الداخل باه يجي مورق. وهنا اللوبيا تاعي كانت طابت كنت راح نجبد لهم الفطور كما شفتوا معايا. راني نجبد لكم نجبد معاكم كما شفتوا هذه اللوبيا تاعي كما قلت كنت بدتها ماما كملتها انا. شهيتكم بالجنة حبوباتي. كانت سخونه مع الحال كان ديجا كان الحال بارد ما كانش الحال كما نقولوا دافي وكاع. وكما تعرفوا احنا الجزائريين عامه الحال كي يبرد يعرفوا اللوبيا العدس الحمص. نقول لك نحن نصب الكوكوط نديرهم حاجه سخونه ما نديرلهمش حاجه بارده ولا نديرهم زعما كيما نطيب لهم حاجه خفيفه ولا نو. الجزائر كيما نقول لك جميع 58 ولايه كي تجي المشتى ولا يدخل غير شويه بارد خلاص معلومه باللوبيا والعدس والحمص حبوباتي. المهم هنا كنت خرجت كيما شفتوا الخرجه معايا كانت هذه الخرجه هذه كانت على غدوه ماشي في ديك النهار هذاك انا زدت دخلتها لكم في هذا الفيديو هذا. كنت رايحه لعين تمشنت ولاية عين تمشنت. هنا صورت لكم الاجواء في الطريق، صورت لكم بزاف بلايص. نقول لكم نخليكم مع الفيديو تكملوه باسكو مع الاخر الفيديو ونقول لكم حبوباتي تهلاو لي في روحتكم وان شاء الله يا ربي ما تكونوش نسيتوا قناتي الاولى وقناتي الثانيه ان شاء الله. وهذا الفيديو هذا رايح نحطه في القناه الاولى والقناه الثانيه ان شاء الله اللي ثاني عندي شحال ما حطيتش فيها. ونقول لكم تهلاو لي في روحتكم بزاف وما تنساوش تدعموا قناتي باشتراك القناه وكومونتير حبوباتي به العائله تاعنا تزيد تكبر اكثر وتزيد شهرزاد تزيد تشجع بكم انتوما باسكو شهرزاد بدات بكم انتوما وما كانش حاجه وما ديرهاش بلا بكم انتوما صح حبوباتي متفاهمين عليها. هيا خليكم دكا خليكم في رعايه الله وحفظه ونقول لكم مع السلامه.